اللي شعر بنوتتها على طول ناشف، في جفاف، مش طري، في سنة خشونة. عايزة اقول لكم الميكس دوت او الخلطة اللي انا هعملها معاكم. بصوا انا عايزة اقول لكم البطرمان الصغير دوت على طول تحسوا بقى ان هو فيه بواقي من الخلطة اللي انا بستعملها على طول على طول، ما بستغناش عنها، وكل ما تخلص بعملها على طول. انا ما جبتلكوش حتى اي حاجه كده، لا انا جبت لكم اللي انا بستعمله على طول في بواقي الخلطه اللي انا بعملها وبجربها على شعر هنا على طول. طبعا كلكم عارفين نونو، الله اما بارك يا رب، ربنا يحفظها لي. تعالي كده يا هنا، انا عايزه تعالي كده يا نونو، سلمي عليهم كده الاول. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد، اللهم بارك. بصوا شعر هنا، انا عايزه اقول لكم على طول الوصفه ديت انا بستعملها لها على طول، بتخلي شعرها طري، مش ومفرود، ومش جاف. هي انا عايزه اقول لكم برضو الوصفه دي لطريان الشعر اكتر منه نعومه، يعني هو بيدي سنه نعومه وفرد كده للشعرايه معاكي ولمعان، مش عايزه اقول لك، بس الطريان يا جماعه اي بالذات اي بنوته او اي ولد، حتى شعر ولد كده، اي حاجه بيعاني من الجفاف والنشفان الشعر، عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، على طول بستعملها لهنا، وعلى طول هنا شعرها ما شاء الله على طول طري وبيلمع، وانا بحافظ لها على طول على شعرها وعلى بشرتها كده تفضل بيبي فيس، وكلها بحاجات طبيعيه. يلا عشان ما كترش عليكم، وعايزه اقول لكم كل حبايبي عايزاهم يجربوا الوصفه دي على شعر ولادهم، وصدقوني هتحسوا بفرق من اول لمسه، يعني من اول ما تبداوا تحطوها على شعر ولادكم. وعايزه اقول لكم بصفه مستديمه كده، مش لازم كل يوم، بس من كل يومين من وقت للتاني، كل ما تيجي تسرحي شعر بنوتك تعمليه، تحطي لها الوصفه دي. وعايزه اقول لكم برضو حاجه كده، انا مش عايزاكم تبلوا شعر، انا عارفه ان احنا في الصيف والدنيا حر لكن انا مش عايزه بل الشعر بصفه مستمره، وحش جدا للشعر، وبيبوظوا وبينشفوا، غير انه كمان بيجيب قشره للشعر. فانا عايزاكم شعر بنوتك بس تغسله لها مرتين في الاسبوع، مره في اول الاسبوع ومره في اخر الاسبوع. في وسط الاسبوع سرحيه لها عادي، مره بدهان ومره من غير دهان، برضو الدهان ما يبقاش بصفه مستمره، كل ده بيبوظ الشعر يا جماعه. صدقوني انا بقول لكم الكلام ده عن تجربه، لان انا على طول انا زي ما بقول لكم الحاجات الوصفات اللي انا بديها لكم ديت انا مش مخترعاها، بس انا على طول ما ببطلش، انا على طول بدور على وصفات هيلسي، على طول بدور على وصفات صحيه، بالذات لان عندي نونو انا ما عنديش غيرها، ربنا يخليها ليا يا رب ويبارك لي فيها. فدايما عايزاها كل واحده، كل ام عايزه تشوف بنتها احلى بنوته، ومش ناقصها حاجه، شعرها احسن شعر، بشرتها احسن بشره، متميزه ومتفوقه في دراستها. فعلى طول انا يعني ايه بنكش كده وبدور على وصفات هيلسي وعلى حاجات صحيه للشعر وللبشره. وحاجه عايزه اقول لكم هتدعوا لي والله، سواء للبشره او للشعر. انا طولت عليكم قوي. بصوا بقى بسرعه كده، انا عايزه اي حمام كريم عندك، انا مش هقول لك هاتي نوع معين، اي حمام كريم عندك، وهنجيب معلقه كده حلوه من اي حمام كريم. بصوا انا مش هقول لكم على نوع معين، اي حمام كريم يا جماعه يكون نضيف وانت بتستعمليه على طول وواثقه فيه، يعني ايه هنستعمله كده، هننزل بيه كده في اي بطرمان بقى عندك، اي بوله عندك صغيره، بس اهم حاجه يكون يكون ليها غطا يا جماعه. تمام. بعد كده عايزه اقول لك اي نوع زيت عندك، بصوا فاتيكا اهو، اي نوع زيت عندك، اي نوع زيت، وهنقوم برضو نازلين كده بمقدار كده معلقه صغيره، تمام، او معلقه ونص كده من اي نوع زيت عندك يا جماعه، مش برضو مش هقولك نوع زيت معين، بس اللي عايزاه بقى اكيد 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 هو زيت جونسون. بصوا هو الورقه متشاله من عليه. بصوا بقى يا حبايبي، اي نوع عايزه بقى، انا قلت لكم اي نوع كريم، اي نوع حمام كريم، اي نوع زيت، مثلا فاتيكا او اي نوع زيت متواجد عندك. المهم بقى زيت الجونسون، مش لازم تجيبي الازازه الكبيره، هاتي الازازه الصغيره. عايزه اقول لكم الورقه واقعه من عليه من كتر الاستعمال يعني. اي بصي الازازه الصغيره دي مش هتكلفك كتير من زيت الجونسون، وهتقعد معاكي كتير، هتقعد معاكي كتير قوي. بصوا هنزل برضو بمقدار معلقتين، تمام، صغيرين كده من
زيت الجونسون. تمام كده. يبقى معلقه كبيره حمام كريم، معلقه ونص او معلقتين صغيره من اي نوع زيت عندك، ومعلقه معلقتين من زيت الجونسون. زيت الجونسون ده عايزه اقول لكم سحر طبعا، وحلو قوي يا جماعه. بصوا هنخلط كده. طب الميكس خلص كده يا ام هنا؟ لا الميكس لسه ما خلص. هنعمل ايه كمان؟ بصوا بقى، اي نوع كريم عندك، انا بستعمل لهنا نوع البالمرز ده، نوع الكريم اللي هو البالمرز بالذات، اللي هو بيبقى فيه كذا نوع ليه، فيه للقشره، فيه اللي مغذي للشعر. انا بجيبه بصوا بالمرز كريم مغذي للشعر، فيه فيتامين الف وب وه، وبالاضافه كمان للبروتين، بيلطف الشعر كده وفروه الراس. وعايزه اقول لكم سحر سحر، وبيطري برضو لو عايزه تجيبيه. انا كنت عايزه اقول لكم الاول، انا كنت بجيب لهنا يعني ده بطرمان بالمرز قديم، كنت على طول بجيبه لهنا البطرمان ده. بصوا كان كبير ازاي. عايزه اقول لكم الدنيا بقت نار، وطبعا كل حاجه راحت في داهيه، فما بقتش اجيب البطرمان الكبير ده. طب واجيبه ليه؟ ما انا اسهلها على نفسي وابسطها، ما انا اجيب ديت ده كريم البالمرز ده هتلاقيه برضو في الصيدليه، بس زي ما بقول لكم هاتوه اللي بالفيتامين الف وب وه، مش بتاع القشره يعني. دوت بيغذي وبيطري برضو، احنا عايزين طريان. الوصفه دي لطريان الشعر، وللنعومه كده سيكه، ولفرد الشعر كده سيكه برضو، بس اهم حاجه طريانه يعني. بصوا بقى، هاتي برضو العبوه دي كده، مش غاليه عليكي، انا بجيبها، مبقتش اجيب البطرمان لانه طلع عايزه اقول لكم راح في داهيه يعني. بصوا بقى هنزل برضو يا جماعه، انا عايزه اقول لكم حمزه مش ساكت، لازم يسمعكم صوته في كل فيديو. هنزل كده برضو بالكريم. طب لو مفيش بالمرز بقى يا ام هنا هنعمل ايه؟ لو مفيش بالمرز وانا مش ايه يا حمزه؟ طب لو مفيش بقى لو برضو ما قدرتش اجيب العبوه الصغيره دي من البالمرز، اي نوع كريم برضو للشعر بتستعمليه كده كدهان لشعر بنوتك، بس يبقى برضو انتي واثقه فيه، ويبقى نوعه يعني كويس يعني. برضو هنزل بيه معلقتين صغيرين. بصوا ابدأوا كده بالكميه الصغيره دي وجربوها الاول، بلاش تعملوا ما تملوش البطرمان يعني. عبوه كده صغيره كلها مكونه ميكس كده من معلقه صغيره. بصوا المعلقه الصغيره يعني اصغر من معلقه الشاي تقريبا. بصوا تمام. الميكس ده كله كده هخلطه كده مع بعضه. بصوا 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 بصوا، بس كده الميكس بتاعي خلص، مش اكتر من كده يا جماعه. عايزه اقول لكم والله والله هتدعوا لي. لو مش مصدقيني ابداوا كده ب مقدار او كميه صغيره زي كده ما انا وريتكم، بلاش تملوا البطرمان. عايزه اقول لكم هتجيبوا بقى البطرمانات الكبيره دي بعد كده بتاعت حمامات الكريم والعبوات الكبيره، وهتملوا منها الميكس دوت، وانا واثقه من كده ومتاكده وعن تجربه شخصيه. بصوا بقى، بصوا بصوا بصوا، هنقلب كده كويس قوي قوي قوي، كله حاجات طبيعيه وكله ما فيش مشكله. وعايزه اقول لك وما تغسليش شعر بنوتك زي ما قلت لك الا مرتين بس في الاسبوع، ما تبليهوش الا مرتين في الاسبوع، مش اكتر من كده. وتدهني بقى بالدهان دوت. عايزه اقول لكم تحفه 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 يا جماعه. وبسطيها على نفسك، مش عارفه تجيبي بس اهم حاجه زيت الجونسون يعني. اغسلي على نفسك بقى وحاولي كده تقدري تجيبي لها زيت الجونسون، حتى الازازه الصغيره، مش اكتر من كده. انا طولت عليكم قوي، انا مش عايزاكم بقى، عايزاكم تجربوها. ولو الوصفه عجبتكم عايزاكم بقى ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه. عايزاكي تقولي لي بتتابعيني من اي بلد، والوصفه جربتيها وعجبتك ولا لا. وسلام عليكم.